واش عمرك سولتي راسك علاش الصين بالعظمه والقوه والتطور ديالها ما قدراتش ترجع جزيره تايوان الصغيره؟ واش المغرب مع الصين اولا كيعتبر تايوان دوله مستقله؟ باش نفهموا مزيان الاصل ديال هذا المشكل وكيفاش تايوان ولات بحال دوله مستقله خاصنا نرجعوا للتاريخ ديال هذه الجزيره. تايوان دازت من بزاف ديال المراحل، اهمها ملي احتلوها اليابانيين ل 50 عام حتى العام 1945. موراها نضت حرب اهليه في دوله الصين بين الحزب القومي اللي كان حاكم والحزب الشيوعي. هذه الحرب سنه 1949 وربحوا الشيوعيين اللي اسسوا جمهوريه الصين الشعبيه في العاصمه بكين. في ذاك الوقت الزعيم ديال الحزب القومي هرب هو وتقريبا 2 المليون ديال العسكر والمدنيين لهذه الجزيره ديال تايوان نيت، وتماك اسسوا حكومه ديالهم وبقاو كيعتبروا راسهم هما الممثلين الحقيقيين ديال الصين. مع الوقت تايوان بنات راسها اقتصاديا وسياسيا ولا عندها رئيس ودستور وبرلمان وجيش ديالها، ولكن الصين باقي كتعتبرها حتى لدابا اقليم متمرد تابع ليها وخاص يرجع ليها بالزز اولا بالخطر. السر الكبير اللي خلى تايوان تولي دوله قويه ومهمه بزاف في العالم هو الذكاء ديالها في الاقتصاد، وبالضبط حيت ركزات على صناعه اشباه الموصلات اولا لي شيبس اللي كيخدموا بهم التليفونات الطوموبيلات الذكاء الاصطناعي. وبلغه الارقام المارشي العالمي ديال هذه الرقائق وصل تقريبا 600 مليار دولار في 2025 وغيدوبل تقريبا في 3 المرات وغيوصل ل 1477 مليار دولار في 2034. وتايوان مسيطره على 78% من هذا السوق العالمي. هذا الشيء دار بسبب واحد الشركه تايوانيه عملاقه سميتها TSMC اللي بوحدها شاده تقريبا 72% من السوق العالمي. الطريقه اللي خدمات بها هذه الشركه ذكيه بزاف، فين هما ما كيصمموا ما كيبيعوا منتجات بسميتهم، بل داروا مصانع عملاقه متخصصه غير في تصنيع الشركات العالميه الكبيره، وهذا الشيء خلى العالم كامل معول عليهم حرفيا. وهذا الشيء اللي كيفسر علاش العالم الغربي لقى راسو مجبر يدافع على تايوان، حيت اي حرب تماك غتوقف صناعه التكنولوجيا كامله اولا ممكن تسيطر عليها الصين. زائد كاين سبب عسكري وجغرافي مهم، وهو ان تايوان جات في واحد البلاصه استراتيجيه كتمنع القوات البحريه الصينيه من انها تسيطر على المحيط الهادئ. هذا الشيء علاش دول بحال اليابان وامريكان كيعتبروا ان سقوط تايوان في يد الصين هو تهديد مباشر للامن القومي ديالهم. وامريكا بعظمه لسانها ما مره وما جوج قالت بلي اي هجوم على تايوان هو بمثابه هجوم على امريكا والجيش الامريكي غادي يتدخل، بمعنى غتوقع حرب بين امريكا وبين الصين. من جهه اخرى الصين ناويه ترجع تايوان باي ثمن، حيت كتعتبرها مساله كرامه وطنيه وجزء من الخطه ديالها باش تولي هي القوه العظمى الاولى في العالم. وهذا الشيء كتحاول ديرو بكاع السيناريوهات الممكنه سواء بالدبلوماسيه او بالحصار او حتى بالهجوم العسكري. اما علاش الصين ما قدرتش ترجع تايوان بالقوه العسكريه المباشره حتى لدابا؟ الصين عارفه مزيان باللي ما غاديش تحارب تايوان وانما غتحارب مع امريكا والحلفاء ديالها. وهنا كيجي الكابوس ديال الميزانيه اللي خاصها تخسر، فين على حسب تقارير محاكاه الحرب ديال عام 2026 باش الصين تدخل تايوان خاصها تقطع مضيق بحري اللي صعيب وعريض والنتائج ممكن تكون كارثيه. في الارقام كتبين ان الصين تقدر تخسر اكثر من 10,000 عسكري و138 سفينه حربيه و155 طياره مقاتله في اسابيع قليله. امريكا حتى هي غتضرر بزاف وغتخسر 2 ديال الحاملات الطائرات وما بين 10 حتى 20 سفينه حربيه و3200 جندي في 3 سيمانات. اما القوه العسكريه التايوانيه فما غاديش يبقى عندها وجود في اقل من شهر. زائد ان تايوان عارفه بلي ما تقدرش تواجه جيش الصين، عليها طبقات واحد الطريقه ذكيه، وهذه الطريقه كتعتمد على انها تسلح الجزيره بصواريخ مضاده للسفن، زائد طيارات ومسيرات رخيصه والغام ذكيه. وهذا الشيء كيخلي الغزو ديالها يكلف الصين بزاف وما ينجحش بسهوله. ولكن كاينه تقارير خرج البنتاغون غير مؤخرا كتقول بلي الصين عواله تهجم على الجزيره في 2027، وهذا بطبيعه الحال غيكون اخطر قرار ممكن يدار في التاريخ ديال البشريه، حيت امريكا واخا تبغي ترجع للور ما غتقدرش، حيت هذا الشيء غيهبط القيمه ديالها العسكريه الزيرو، وحنا عارفين الا وقعت شي حرب بين الامريكان والصين. اما بالنسبه للمغرب بزاف اللي غيقولوا بلي المغرب غيكون في صف امريكا وغيدعم حتى هو تايوان، ولكن الجواب هو العكس. في المغرب كيدعم الوحده الترابيه ديال الصين وكيعتبر تايوان جزء من الصين، خصوصا وانه عندنا في المغرب نفس القضيه ديال الصين مع الصحراء المغربيه. يعني ما يمكنش ان المغرب يكون باغي الدول تعترف ليه بالصحراء وهو يكون ضد السياده ديال دول ثانيه، ولكن في نفس الوقت المغرب ما كيدخلش راسو بزاف في هذا الدوسي حيت هو دوسي اللي حساس بزاف ومع الحلفاء ديالو. سو هذا ما كان دوزو بخير.